اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ حكاية النهاردة ما تنسوش تضغطوا لايك وتدعموني. وبتبدأ حكايتنا في بيت بسيط جدا. اسمعي يا سمية، أنا يا دوب راجع من عند أمي، وبصراحة أمي عايشة لوحدها في البيت بعد ما إخواتي الأولاد كلهم اتجوزوا. علشان كده هي وبصراحة كسر خاطري، إيه رأيك نرجع نسكن معاها مرة تانية؟ بس بس انت عارف يا عادل ان من يوم ما اتجوزتني ماما كانت رافضة ان انا اسكن في بيت عيلة من اللي شافته يا عيني، وانت وافقت وفعلا اتجوزنا لوحدنا. عايزنا نرجع ليه بس تاني للمشاكل؟ ليه بس يا حبيبتي؟ ربنا ما يجيب مشاكل. احنا هنرجع نقعد معاها وناخد بحسها شوية بدل ما يا عيني قاعدة لوحدها كده. خلاص، طالما انت عايز كده يا عادل انا موافقة. اهم حاجة انك تكون راضي عني، وانا مستعدة يا سيدي اتحمل اي حاجة علشانك. تسلم يا حبيبتي، ربنا يبارك لي فيكي. انا صحيح نسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي سمية وعندي 23 سنة ومتجوزة وعندي ولدين، والحمد لله عايشة مبسوطة مع جوزي. لان من يوم ما جه وطلب ايدي للجواز وقتها ماما شرطت عليه انه يجيب لي شقة لوحدي، مش عايزاني اسكن في بيت عيلة. وفعلا هو وافق، ودلوقتي زي ما شفتوا جوزي رجع عمال يزن عليا مرة تانية، عايزني ارجع اعيش مع حماتي، وانا وافقت. وفعلا تاني يوم اخدنا الشنط بتاعتنا ورحنا على بيت حماتي. ولكن وقتها اول ما فتحت الباب كانت عماله تبصلي بصات كده بقرف، وما كانتش فرحانه ان انا هعيش معاها. وانا كنت متحمله كل ده علشان جوزي. وقعدت هي وجوزي يتكلموا شويه في الصاله، وانا وقتها فضلت اقول لها عن اذنك يا ماما، هي الاوضه بتاعتي فين؟ علشان يا دوب الحق اوضب الشنط بتاعتي. معلش يا حبيبتي، اصلي ما لحقتش اظبط لك اي اوضه، مفيش غير الاوضه اللي عند الباب، الاوضه الصغيره دي ان شاء الله تشيلكوا وهتبقى حلوه كده وهواها بحري. وقتها جوزي كان مستغرب وفضل يقول لي والدته بس بس دي ضيقة علينا يا ماما، دي يا دوب شايلة سريرين بالعافية. احنا ناخد اوضة محمد طالما هو مش موجود وهو خلاص اتجوز. لا ابدا، وربنا ما يحصل. ابني لما يرجع يريح عنده وياخد عندي يوم لازم يلاقي اوضته جاهزة، امال يلاقي الست الهانم مراتك قاعدة فيها. معلش معلش يا عادل، ناخد الأوضة اللي قالت عليها ماما. عن إذنكم أنا رايحة أوضب حاجتي. اتفضلي يا حبيبتي، إذنك معاكي. جرى إيه يا ماما؟ إحنا اللي جايين نقعد معاكي ونونسك وانت مستخسرة فينا حتة أوضة تعاملينا كده؟ مالك يا ابني في ايه؟ هو انت جاي تقعد معايا ولا تنكد عليا؟ الله. وقتها جوزي سكت، ما كانش عايز يزعلها، عارف انها ست مريضة وعندها السكر والضغط. وفعلا فضلت عايشة معاها وكانت بتعاملني أسوأ معاملة. ده لما جوزي يبقى في الشغل تعاملني معاملة وحشة جدا، وطول اليوم أوامر، وأول ما يرجع تفضل تعاملني قدامه معاملة كويسة وحنينة. وانا بصراحة كنت شايلة كل شغل البيت واولادي، وكنت بتحمل علشان جوزي لانه بصراحة كويس اوي معايا. المهم عدت الايام وانا متحملة حماتي. وفي يوم جوزي كان متأخر برا شوية لانه كان رايح يحضر فرح واحد صاحبه، وانا كنت قاعدة زهقانة في البيت، ولقيت صاحبتي بترن عليا وبتقولي فينك يا بنتي بقالك زمان محدش شافك. الله، ايه يا سمية نسيت اصحابك ولا ايه؟ اهلا اهلا يا سما، الحمد لله انا كويسه. زي ما انت عارفه انا يا دوب دلوقتي اللي ريحت بعد ما خلصت شغل البيت ونيمت الاولاد. الليل بقى ده بتاعي انا، قصدك بتاعنا احنا. ومين سمعك يا حبيبتي؟ انا كمان مين سمعك يا حبيبتي؟ قصدك بتاعنا احنا. انا ما صدقت كمان ان انا انيم الاولاد وارن عليكي لانك وحشاني قوي. فاكره يا بنتي ايام الكليه؟ وقتها انا وصاحبتي فضلنا نتكلم لحد الساعه 2 بالليل. وفي وقت ما انا عماله اكلمها شفت خيال كده عندي الباب عمال يروح ويجي، كانت حماتي. انا مش عارفه هي شاكه في ايه، انا متاكده انها عماله تسمع انا عماله اقول ايه. وبعد كده بصيت لقيتها مشيت. وتاني يوم واول ما خرجت لقيت حماتي قاعده مع جوزي اللي يا دوب راجع من بره. وقتها سمعتهم وهي عماله تقول له اسمع يا ابني، البت دي مش محترمه ولا شافت بربع جنيه تربيه. ده انت من يوم ما مشيت يا ابني امبارح وطول الليل ماسكه التليفون وعماله تتكلم لحد الفجر. هو ده بقى يا ابني يرضي ربنا؟ خير يا امي، وبعدين؟ انا سما متاكد من اخلاقها، تلاقيها بتكلم اصحابها ولا حاجه، لانها متعوده انها تكلم والدتها في الوقت ده او صحابها.
انا نفسي افهم حاجة واحدة، هو انت مش بتصدق عليها اي حاجة ليه؟ هي سحرالك ولا ايه يا ضنايا؟ قولي. بقولك البنت شغالة عمالة تضحك لحد نص الليل، وانت تقول لامها البنت مقرطصاك وهيطلع لك قرون يا ولا. عيب يا ماما اللي بتقولي ده، عن اذنك انا جاي تعبان وهدخل انام. وبعد كده انا كنت شايفاهم وساب والدته ومشي، وانا بصراحة رجعت على الأوضة، واول ما رجعت فضلت اقول له اهلا يا حبيبي، مالك متضايق ليه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، انا تعبانة وعايزة انام شوية. وقتها جوزي رفض انه يقولي على الكلام اللي قالته والدته علشان ما يزعلنيش، وانا كنت بصراحة متحملة كل ده علشانه. ولكن حماتي ما سكتتش على كده، حلفت انها لازم تخرب بيتي، وفضلت تحرض جوزي عليا. ومش بس كده، دي جابت اخوانه الاصغر منه وفضلت تقول لهم اسمع يا ابني منك ليه، اسمعوا، انا شفت مرات اخوك الكبير عمالة تتكلم في التليفون لحد نص الليل. اللي بتقولي ده يا ماما هنا علشان يونسوك ولا يعلوا عليك الضغط؟ ويا ريتهم ما جم يا ابني. انا مسكت اخوك الكبير وقلت له على اللي شفته بعينيا، قلت له شفت مراتك لحد نص الليل عماله تضحك وتتكلم في التليفون، سمعتنا بقت في الطين. وهو قال ايه بيدافع عنها؟ انا مش عارفه المنيله عامله له ايه. ازاي ده يعني يا ماما؟ وبعدين زي المهزلة دي تحصل في بيتنا؟ انا مش عارفة، اقعدوا معاه وكلموه انتوا، يمكن اسمع منكم. وقتها جوزي رجع من الشغل، واخواته وامه فضلوا يزنوا على دماغه وان انا بكلم راجل غريب، ولكن هو ما كانش مصدقهم خالص. وبعد كده دخلوا الاوضه وفضل يقول لي انا خلاص مش قادر اتحمل اكتر من كده، انا تعبت من كتر المشاكل. بقولك ايه، حضر هدومك وهدوم الاولاد، احنا هنرجع على شقتنا مره تانية، مستحيل نقعد هنا بعد اللي حصل. اهدى اهدى بس يا حبيبي وفهمني ايه اللي حصل. وقتها جوزي شرح لي كل حاجة، وانا فضلت اقول له والله العظيم انا كنت بكلم صاحبتي سما، ولو تحب تشوف يا عادل هروح اجيب لك التليفون علشان تتأكد. تليفون ايه بس يا سما؟ وبعدين انا لو ما كنتش واثق فيكي وواثق في اخلاقك انا ما كنتش هسيب البيت وكنت هسمع كلامهم. تاخديش على كلامهم، دي ناس مريضة، يلا بينا نرجع على بيتنا. فعلا وقتها لميت حاجتي ورجعنا على البيت مرة تانية، ولكن حماتي ما عجبهاش الوضع، كانت حالفة انها لازم تنتقم مني. وعدت الأيام وجوزي عادل كان بيروح عندها يزورها ويطمن عليها من وقت للتاني. وفي مرة راح عندها وفضل يقول ازيك يا ماما، عاملة ايه النهاردة؟ ايه اللي جابك عندي يا عادل؟ انت مش سبت البيت وسمعت كلام مراتك ومشيت من عندي؟ يلا عايز ايه؟ تنيش لما قلتلك كانت بتكلم راجل في التليفون. انا يا ابني كنت عايزة مصلحتك وعايزاك تطلقها، الست دي ما تستهلكش ابدا يا ابني. انت ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ انا بحب مراتي وانا واثق فيها وفي اخلاقها كمان، مراتي مستحيل تعمل كده. هي بس يا ماما انت مش مصدقه، كانت بتكلم صاحبتها. ايوه يا اخويا، خليك دايما كده تصدقها في كل كلمه وتمشي وراها، هي اكيد سحرالك انا عارفاها. حرام عليك يا ماما، انت ظلمها، سمية عارفة ربنا كويس اوي، دي مش بتسيب فرد، حرام عليك اللي بتقوليه ده. بقى تكذب امك وتصدقها وتقول عليا ان انا ظالمة، من هنا ورايح لا انت ابني ولا انا عايزة اعرفك، اطلع برا بيتي، روح عندها، مش عايزة اشوف وشك تاني. فعلا وقتها جوزي سابها ومشي وهو زعلان من اللي قالته، ورجع البيت وكان مش عايز يتكلم مع حد. وعدت الايام وحماتي فضلت تتكلم مع جيرانها وتقول لهم ان انا خاينه وبكلم رجاله في التليفون، منها لله خلت سيرتي على كل لسان. بس جوزي ما كانش بيصدق اللي بيتقال. وعدت السنين وخلفت وبقى عندي 4 أولاد، والحمد لله أنا وجوزي عايشين مرتاحين مع بعض. وفي يوم جوزي كان في شغله ورنوا عليه، أخوه رن عليه وفضل يقول له ألو، أيوة يا عادل، أمك تعبت النهاردة وديناها عند الدكتور. ايه ماما تعبانة فيها ايه؟ طمني. ما تخافش يا اخويا هي كويسة دلوقتي. لا انا لازم اطمن بنفسي، انا هخلص شغل واجي اطمن عليها. ماشي يا عادل احنا مستنيينك. وقتها محمد اخو عادل كان قاعد عند حماتي وفجأة قالت له
بقول لك ايه يا محمد، اتصل بكل اخواتك، بس انا مش عايزه اشوف وش عادل. انا مستحيل اسامحه، قلبي وربي غضبانين عليه، ووصيتي قبل ما اموت يا ابني. اسمع، انا عايزه اوصيكوا انكوا لازم تاخدوا حق من مرات اخوكوا. هي مش لازم تكون على ذمه اخوكوا ابدا، لازم تفضلوا وراها وتخلوه يطلقها ويرميها في الشارع. دي ما تستاهلوش ابدا. وصيتي ليكم ولازم تنفذوها. سمع يا ابني؟ حاضر حاضر يا ماما، هنعمل كل اللي انت عاوزاه، بس انت ارتاح يا ماما. وقبل ما يخلص كلامه حماتي وقتها توفت، وعادل اول ما وصل عندهم علشان اطمن عليها لقى والدته توفت واخواته واقفين عمالين يعيطوا. هو وقتها كان مصدوم وفضل يعيط. وعدت الايام وعادل جوزي واخواته بقى كل واحد في حاله. اما انا وجوزي كنا مبسوطين وحياتنا ماشيه من غير اي مشاكل، وجوزي كان بيحبني قوي. وقتها ربنا وسعها عليه وبقى عندنا فيلا كبيره عايشين فيها و3 عربيات، وبقى عندنا فلوس كتير قوي. وفي يوم جوزي عادل كان في الشغل وفجاه حس بألم في قلبه واغمى عليه، واخدوه على المستشفى على طول. اتصلوا بيا من المستشفى، قالوا انت مرات الاستاذ عادل؟ ايوه يا فندم. هو في ايه اللي حصل؟ جوزك دلوقتي داخل العمليات. ايه اللي بتقوليه ده؟ جوز عادل جراله ايه؟ حصل له ايه؟ فهميني. وبسرعة جريت على المستشفى وانا مرعوبة، ولقيت جوزي طالع من العمليات. بس وقتها الدكتور قال لي انت مراته صح؟ ايوه يا دكتور. طمني، ايه اللي حصل؟ للاسف يا مدام جوزك جاتله جلطة في المخ، وقف دراعه الشمال للاسف، لكن مع الوقت ان شاء الله والعلاج الطبيعي ممكن يرجع. انا وقتها كنت مصدومة وفضلت اعيط. ووقتها روحت انا وجوزي عادل، وهو وقتها مش عارف يمشي كويس، وفضلت قاعدة جنب جوزي. ومش بس كده، المشاكل لما بتيجي ورا بعض. حتى ولاد الأربعة فجأة تعبوا وحصل لهم شلل، وكان عندهم مرض نادر قوي الدكاترة مش عارفين يشخصوه. وانا من يومها في المستشفيات ومن هنا لهنا. اما محمد اخو جوزي كان دايما يتصل على عادل جوزي، الو ازيك يا اخويا، الف سلامة عليك، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا محمد، انت اخبارك ايه يا اخويا؟ الحمد لله كويس. بقولك يا اخويا، تعالى اقعد معايا يومين في المزرعة بتاعتي، غير جو شوية. وفعلا جوزي عادل وافق وراح عند اخوه في المزرعة. محمد وقتها كان نيته سودة، فضل يتودد لجوزي عادل، ومرة ورا مرة فضل يقعده جنبه ويقول له بقولك ايه يا عادل يا اخويا، انت لازم تطلق مراتك دي، هي السبب في اللي انت فيه. وفضل يزن على دماغه، وفعلا فهمه ان انا اكبر عدو ليه. وفي يوم لقيت عادل جوزي بيرن عليا، ايوه يا عادل، انت فين؟ سايبني مع الاولاد لوحدي كده ليه؟ بقولك ايه يا سمية، انا تعبت منك، خلاص انت طالق. ايه انت بتقولي؟ حرام عليك، مش وقته مش وقته يا عادل. وانا وقتها كنت مصدومه وعماله اعيط. وبعد كده لقيته قافل السكه في وشي. وتاني يوم رن تليفوني وسمعت واحد بيقول الو ازيك يا فندم، حضرتك سمية مرات عادل؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا المحامي الاستاذ محمد اخو جوز حضرتك، بلغني ان لازم اقولك ان عليك قضيه. ضحكت على جوزك في 1,000,000 جنيه ولازم تسيب البيت دلوقتي، ولو ما نفذتيش وسبت البيت انت وعيالك هتدخلوا في قواضي ملهاش اول من اخر. انا ببلغك وما على الرسول الا البلاغ. وبعد كده قفل السكه في وشي. انا وقتها كنت مصدومه وفضلت اعيط. وبعد كده رنيت على جوزي، الو ايوه يا عادل، حرام عليك، بتعمل فينا كده ليه بتدمرنا؟ جرى ايه؟ في ايه اللي حصل؟ كتبت كل حاجه باسم اخوك محمد صح؟ ايوه، وما اكتبش ليه؟ وبعدين ده اخويا. ليه شقاك وفلوسك وفلوس اولادك تعمل كده؟ وبعد كده قفلت السكه في وشي وفضلت اعيط وانا مش عارفه اعمل ايه. انا مستحيل اصلا اسيب بيتي، معايا 4 اولاد تعبانين، اروح بيهم فين بس يا ربي؟ ووقتها كنت مغلوبه على امري وفضلت اصلي وادعي ربنا انه يحلها من عنده. وفعلا بعد 3 ايام بالظبط وقتها لقيت جرس الباب عمال يرن. واول ما فتحت لقيت جوزي واقف عند الباب ومعاه شويه طلبات كده وجاي والندم في عينيه. ووقتها فضل يقول لي انا اسف يا سمية يا حبيبتي، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. وانا رحت قبل ما اطلع عندك، رحت عند شيخ الجامع وقال لي طالما طلقة واحدة عادي. بس انت سامحيني والله العظيم، هم اللي ضحكوا عليا وخلوني اتنازل عن كل املاكي ليهم.
خلاص خلاص، ادخل يا عادل، اهم حاجة ما تزعلش نفسك علشان صحتك. فعلا وقتها انا وافقت ان انا اسامحه علشان خاطر الاولاد، وعلشان خاطر ان انا عارفة جوزي كويس وعمره ما قصر معايا خالص، وكل اللي بيحصل له ده من تحت راس اخواته منهم لله. فعلا وقتها جوزي كان تعبان جدا، وسابوه في المزرعة مش عارف ياكل ولا يشرب. وتاني يوم لقيت جوزي بيقول لي: بقولك يا سمية، انا مش قادرة اقعد في نفس البلد وهم فيها، احنا لازم نمشي، نبيع العربية وبعد كده نشوف شقة صغيرة ونسيب البلد دي كلها ونروح مدينة تانية. خلاص يا حبيبي، طالما انت عايز كده انا موافقة، بس اهم حاجة بلاش تعصب نفسك، انت عارف صحتك غالية ازاي عندي. فعلا وقتها بعت العربية، خدت أولاد الأربعة ورحنا على مدينة تانية، وابتديت حياة جديدة مع جوزي. وطبعا وقتها اخواته ما سابونيش في حالي، كانوا دايما بيتصلوا عليا ويقولوا لي على ميعاد المحكمة اللي بينا، وان انا لازم ارجع الفلوس اللي خدتها من جوزي. وطبعا وقتها انا ما كنتش فاضية اليوم، انا فتحت مشروع خاص بيا، فضلت اعمل اكل من البيت وابيع للجيران وابيع للناس اللي حواليا علشان بس اعرف اكل اولادي. وبالصدفة وانا قاعدة فيهم وعمالة اقلب في تليفون جوزي، فتحت الواتساب ولقيت في المحادثة بينه وبين اخوه محمد، لقيته بيقول على كل حاجة هيعملوها فيا، وانا احتفظت بالفويسات دي علشان اقدمها في المحكمة. وفعلا يوم المحكمة اثبت ان اخو جوزي هو اللي ورا كل ده، وان جوزي بيحبني وعايزني، وطلعت الفويسات وصور المحادثة وكل حاجة عملوها. ووقتها القضية كلها اتقلبت ضدهم، والحمد لله حقنا كله رجع وفلوسنا رجعت. والغريبة يا جماعة ان من يوم ما سبت البيت ورحت بيت جديد، اولاد الاربعة ما شاء الله صحتهم رجعت ليهم من غير اي حاجة. حتى وقتها الدكاترة كانوا مستغربين، تقريبا البيت القديم كان فيه سحر ولا ايه. انا بجد حماتي واولادها مش مسامحاهم ابدا، بس انا قررت خلاص انسى اللي حصل، وربنا هو المنتقم الجبار. الحمد لله انه عوضني وفلوس جوزي رجعت وانا بقيت ماسكه كل حاجه. وقتها هم فضلوا يرنوا عليا علشان بس اتنازل عن القضيه، لكن انا رفضت وخليت القانون ياخد مجراه. والحمد لله على كل حال. اوقات صبرنا على البلاء مش بيبقى ضعف مننا ولا حاجه، ساعات بيبقى حكمه وبس. ودي كانت حكايتي، يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تضغطوا لايك وتدعموني. سلام.